بسم الله الرحمن الرحيم. بعد صدور حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف، لازم يبقى فيه مجموعة من الدروس المستفادة للشباب والفتيات. أول درس للفتاة: اوعي تقبلي مساعدة أي حد، لأن انت ممكن تدفعي فاتورة المساعدة دي حياتك، زي ما حصل مع نيرة أشرف. لأن في ناس كتير بتقدم المساعدة مش بنية المساعدة الخالصة لوجه الله. وما تقبليش اي حاجة من اي شاب او من اي راجل غريب عنك وغير محرم لك، حتى لو كانت توصيلة عربية، حتى لو كانت كوباية شاي، لان ده بيبقى فتح باب للخيال. خيالهم بيبقى واسع. ممكن انت تكوني قبلتي كوباية الشاي من باب المجاملة، ممكن انت تكوني قبلتي التوصيلة من ان انت احرجتي من الرفض. لا، تعلمي تقولي لا في الحاجات اللي هتجيبلك مشاكل. تاني درس وأهم درس يا جماعة: لازم نتقبل سياسة الاختلاف، ولازم نتقبل سياسة الرفض. احنا في مجتمعنا ما عندناش تقبل لسياسة الرفض. لو انا رفضت واحد جاي يخطبني مثلا، بيطلع يشوهني، يقول ده وحشة وكاني وماني. دي الناس الطبيعية. اللي مش طبيعي بقى يقتل يضرب، زي ما شفنا الحالة بتاعت الشرقية والحالة بتاعت المنصورة. فيا جماعة، مش معنى ان انا رفضتك ان انت سيء. انا ببقى شايفة نفسي في مكان تاني، شايفة نفسي في حتة تانية. وبعدين كل حاجة بأمر ربنا. ليه يا جماعة انتوا بتاخدوا الانفصال او عدم الاتفاق على شيء ان يبقى فيه عدوان بالشكل ده؟ ده احنا حتى لو اختلفنا مع بعض في رأي بنبقى عايزين نموت بعض. الكلام ده ما ينفعش. الاختلاف موجود، الاختلاف موجود ولازم نتقبله، ونتقبله بكل روح طيبة وروح راضية. يبقى انت كبنت بلش اي حاجة من اي حد. هدايا لا، توصيلة لا، تصوير ورق لا، اي حاجة لا 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 لا. خديها من بنت زيك. اعتمدي على نفسك واعمليها، لكن ما تعرضيش نفسك لاصحاب العقول المريضة واصحاب الخيال الواسع، لان هم ممكن بيتخيلوا ان ده جر رجل. يعني ان هو لما يديكي كوباية شاي او ياخدك توصيلة او يصور لك ورقة، بيعتبرك خلاص بقى بقيتي الست بتاعته وهو مسؤول عنك، والخيال بيوسع. انتي وانتي بتربي ابنك علميه على ان هو كل انسان يبقى براحته. بمعنى يعني مش معنى ان انا رفضاك ان انت سيء، او ان انت فيك حاجة وحشة. وعلميه كمان ان هو لما يجي يعمل مساعدة لاي حد يعملها بغرض وجه الله الكريم. لما تيجي تعملي مساعدة، اعمليها لوجه الله قدام ابنك علشان يتعلم منك. برضو انتي تعلمي ابنك او بنتك ان هو لو حد رفضه او حد مش عايز يصاحبه، ممكن تكون المشكلة في الطرف الاخر. مش معنى كده ان المشكلة في ابنك انتي. يا جماعة، احنا مشكلتنا لا نتقبل الرفض. من يرفضني ليس عدو لي. يا جماعة، انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني عشان ما نوصلش لحال الام المسكينة دي. مفيش بنت تبيعك وترجع، مفيش ونيرة باعتني وانا اللي رجعت لها، يبقى استقل. اوعى تامن لاي واحده، لان في الاخر كلهم زي بعض. قصه كلمه قالها محمد عادل قبل ما يسمع الحكم الكلام ده يا جماعة، مفيش حاجة اسمها ثبات على موقف. الحب ده حالة، والحالة دي بتتغير. بيبقوا متجوزين ومخلفين ويقعدوا بالعشرين والتلاتين سنة وبيختلفوا. ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني يمكن إن يتفرقا ربنا يرزق كل واحد منهم من سعته، يمكن ربنا هيعوض عليك بحاجة أحسن. فانتوا علموهم إن مش معنى إن أنت اترفضت او ان انت سيء، لا خالص. يمكن ربنا عايل لك حاجة افضل. وشكرا.